السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله النهارده معانا محشي ورق اللفت. اي ورق اللفت، مش ورق عنب، ما تفهموش غلط. يلا نسمي الله ونبدأ التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قلت لكم فيديو سابق ان انا هعمل معاكم محشي ورق اللفت بتاع اللفت اللي انا خللته. آه، الورق ده ما شاء الله تحفة، وورق كبير وتحفة ونضيف يعني. شوفوا ما شاء الله الورق قد ايه. ده ما يترميش يا جماعة، الحاجات دي خسارة تترمي. الحاجة غالية. آه، هنا بيسموه ورق عنب الغلابة. هنا انا خدت حلة فيها بصلة متقطعة قطع صغيرة، وعليها قرن فلفل سبايسي. قرن الفلفل ده اختياري، اللي حابب يحطه يحطه، اللي مش حابب خلاص. خدتهم على النار على معلقتين سمنة وكمية زيت مناسبة. واول ما بدأوا يصفروا نزلت عليهم بمعجون الطماطم. وقبل ما الطماطم تتسبك بحاجة بسيطة نزلت عليها بالبهارات. البهارات فلفل اسود وكمون وبابريكا وسبع بهارات وملح ومرقة دجاج. هي دي كل البهارات اللي انا حطيتها. لما اتسبكت خلصت التسبيك، معايا هنا كيلو رز غسلاه ومصفياه. ونزلت عليه بالصلصة. ومعايا هنا الخضرة، بقدونس وشبت وكزبرة مقطعاهم فرم ناعم. ومعاهم قرنين فلفل، ومعاهم 4 فصوص توم برضو مهروسين. بيدوا طعم وريحة حلوة قوي للمحشي، وخصوصا لو تحطوا ني يعني على الخلطة وهي نية. خلطت الخلطة كلها مع بعضها. وهنا الحلة دي فيها في أرضية المحشي بصل حلقات وطماطم حلقات وفلفل حلقات وشوية زيت. أنا هنا على فكرة مصورة الفيديو في الكهرباء وهي قطعة، يعني النور كان قاطع، فكنت بصور بموبايل وموبايل تاني بينور لي، فمعرفتش اصور بقية التفاصيل بقى، الصلصة وهي بتستوي او الورق وهو بيتسلق. فمعرفتش اصور حاجة يعني الحاجات دي. فالمهم انا قعدت بحشي معاكم اهوت. حشيت صف واحد، حتى المحشي حشيت صف واحد بس. وبعد كده كملت وانا قاعده، لان مش عارفه اقف، الجو ضلمه خلصت كله بقى وانا قاعده. هنا خلاص ده وريته لكم، وبعد كده هقعد بقى. حشيت كله. وبعد كده التسويه حطيته على النار. حطيت عليه الشوربه وفلفل اسود وملح ومرقه دجاج. والشوربه حطيتها قبل الصف الاخير بحاجه بسيطه، يعني ما تغرقش الصف الاخير. تبقى انت شايفه الشوربه، شايفه الصف الاخير. وبعد كده لما يبقى يحتاج بقى تبقى تحطي له، تزودي. وهديت عليه لما استوى وحطيت. يعني انا خلصت كله، حشيته وخلصت وطبخت والكهرباء قطعه. هنا ما شاء الله كان تحفة. سايح وزي الزبدة. وكان معايا هنا باقي شوية خلطة، شوية رز. وكان عندي كام واحدة فلفل كده 7 8. حشيتهم وبصراحة طلعوا زي العسل. عندي هنا الولاد بيحبوا الفلفل، محشي الفلفل. المحشي حلو قوي وزي الزبدة وسايح وطعمه تحفة. يعني بصراحة ما شاء الله اتنسف. بالهنا والشفا. آه، اللي ما تنسوش تدعموني، واللي مشتركش في القناة يشترك. آه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وكل وصفاتي اللي بتنزل. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. بصراحة المحشي ده حلو قوي، جربوه مش هتندموا. وحاجة رخيصة يعني، ما كلفتناش حاجة قد كده. وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.